هلو 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 يا مساء الفل عليكم. النهارده هنعمل معانا الفراخ بالطريقه الجامده دي يا جماعه، جربوها والله هتدمنوها. جباره، مش هقول لكم قد ايه جميله. المهم بقى، انا معايا فراخ انا غسلتها كويس ونقعاها في ميه وليمون وكمان معلقه طحينه. هشطفها وبعد كده تبقى جاهزه معايا. هنا الخلطه بقى: بصل وتوم وطماطم فلفل بارد وسبايسي وعصير ليمون وزيت زيتون، ولو مش عندك اعملي زي كده واستخدمي زيت عادي، وطبعا معلقه كبيره من المستردة او الخردل، ومعايا فلفل اسمر وكمون وكزبره وزعتر وملح ورشه جوز الطيب. هاخد كل المكونات دي وادخلها على الكبه، وطبعا هستخدم كمان معلقه صلصه كبيره وشويه من بشر الليمون، البشر الاصفر يا جماعه من غير الابيض عشان ميبقاش مر. ضربتهم كويس ومسكت الفراخ اللي انا مشرحاها دي، تبلتها فيها وسبتها ساعه، وبعد كده رصيتها في الصينيه ودخلتها الفرن على رف اوسط. وهنا بقى قطعت شويه بصل وشويه سماق، خدت شويه من صوص الفراخ وغمست العيش فيه ودخلته يتحمص، وبعد كده قدمت عليه الفراخ، وبالصحه والعافيه عليكم.